هل بتشوف من وجهة نظرك إنه الأهلي محتاج يتم هيكلة العقود بتاعة اللعيبة، أسعار الأرقام العقود، والّا خلاص اللي اتعمل اتعمل؟ أشوف بس الأول لو أنا يعني موجود والّا باشوف آه. أشوف بس الأول إيه، يعني الكلام ده هل هو فعلًا موجود، الفروق دي موجودة والّا لأ، تعديلها بقى يبقى عامل إزاي، الشكل عامل إزاي، الإصلاح يبقى عامل إزاي، تكملة، حاجات دي لو أنا بس تبقى قدّامي لو أنا إمم. موجود يعني. هل الإصلاح ييجي بعد ما تقدّم لي أمارة، والّا الإصلاح يبتدي من دلوقتي؟ آآ هو مبدأ بس، إمم. مبدأ إن في الأول والآخر إحساس اللعيب ده لازم يكون عارف محتاجك، ماشي. وأنت بتدير لازم يبقى اللعيب عنده احتياج ليك. إمم. ما يبقاش راس براس إمم. خالص، إمم. وخصوصًا في المنطقة المصرية أو المنطقة العربية بشكل عام، بس وخصوصًا المصرية يعني تمام، ماشي. الفلوس بتقوي يا إبراهيم، إمم. الفلوس بتقوي. بتقوي طبعًا، فأنت وأنت ممكن تلاقي واحد صاحب فلوس كتير جدًا، بس لو قاعد مع حد صاحب نفوذ إمم. تلاقيه متحفّظ، إمم. مضبوط؟ مضبوط. لأن هو أيوه. أنت الأ عندك حتّة وأنا عندي حتّة أكبر. فخلّي بالك أيوه. تمام، الإحساس ده لازم يكون موجود، حوّله بقى، إمم. حوّله، لعيب الكورة لازم يكون محتاجني. إمم. محتاجني في شهرة، محتاجني في مجد، محتاجني في حالة اجتماعية، محتاجني في فلوس، فأنت ديرها إزاي؟ إمم. يعني الموضوع مش سهل يعني، إمم. زي ما قُلت لك كده عبقرية القيادة في التعامل مع الناس اللي حواليك. مين أكتر عبقري اتعاملت معاه في الإدارة، اتعلمت منه وفي دماغك متسنطر؟ أنا كنت محظوظ جدًا، جدًا، إن أنا وأنا منسق كنت قاعد في ال على ترابيزة فيها فيها مين؟ كابتن حسن حمدي، إمم. فيها كابتن محمود الخطيب، فيها كابتن طارق سليم، إمم. تمام، كنت محظوظ جدًا. بيقولوا حسن حمدي كان أسطوري في جميل، 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 باحبه جدًا طبعًا. وكان له وكان يعني كان عنده حاجة أنا كنت باستغربها أوي يعني، فكان بيجهدني، إيه بقى؟ لو في موضوع ما إمم. بيبدأ بالاقتراح بيّا أنا، فأنا أصغر واحد موجود، فأنا يعني في الأول طبعًا مش فاهم، فقُلت إمم. يمكن بيختبرني، فبقيت أبقى عايز أعرف كل حاجة آه. عشان لو اتسألت، هتسأل أول واحد. لكن لقيت إن فلسفته في الموضوع ده كانت فلسفة عبقرية. إيه هي؟ هاقول لك، على الترابيزة مين؟ كابتن خطيب، إمم. وعلى الترابيزة كابتن طارق سليم، إمم. فلو أنا عندي رأي مخالف لو اتقال رأي بعديهم أنت هتبقى مش هتعرف تقول رأي بعديه. برافو عليك، تتحط في حرج. آه. تمام، فهو عايز يقيس العقلية وطريقة التفكير، الله. تمام، الله. وفي نفس الوقت حلوة. ما يبقاش رأيك يعني في تفكّر، لأ أنا مش هاقول بقى عكس اللي قاله كابتن خطيب أو اللي قاله كابتن طارق سليم، بس دي تمام، حتّة حلوة أوي. طبعًا، حتّة حلوة في تنمية كادر هو بيشتغل عليه.